الراعي الرسمي للفول في السحور. وإن خلص الفول أنا مش مسؤول، بس اللي يجيبلك بقى السر اللون الكهرماني بتاع الفول بطريقة سهلة وبسيطة وفي نص ساعة بس. كمان لو بتعاني من القولون زيي هتعملي أحلى طبق فول على السحور، خفيف ولونه يجنن والطعم مفيش بعد كده ولا في الخيال. أنا هبة إبراهيم، بنعمل وصفات سهلة جدا وبسيطة والطعم يجنن. تعالي بقى أقولك على تكات وأسرار تعملي بيها الفول بتاع السحور وبتاع الفطار كمان حلو ازاي. هاتي بقى الفول عندنا أي كمية، نص كيلو كيلو، ابدأي نقعيه لمدة 12 ساعة، وبعد كده اغسليه كويس جدا لحد ما المية تبقى صافية معاكي بالشكل ده. وابدأي بقى كده، هاتي حلة، عندك حلة ضغط تمام، ما عندكيش هنعمل حلة الضغط في البيت. حطي بقى الفول وانزلي عليه بالمية السخنة، لازم تكوني مغطياه. هاتي بقى جزرتين وابشريهم كده، وعندنا صلصة طماطم بيوريه، وعندنا ربع كوباية من عصير الليمون تصفيهم كويس عشان ما يبقاش فيهم بذر ويمرر معاكي، معلقة من الكركم، معلقة من البابريكا. قلبي بقى كل الكلام ده كويس جدا. جبت الغطا الالومنيوم وحطيته كده، لفيته في الورق الفويل الالومنيوم، واضغطي بقى كويس وافتحي له فتحة من النص على نار متوسطة. في نص ساعة الفول هيستوي معاكي وياخد اللون الكهرماني الخطير ده. احلى طبق فول هتعمليه في الفطار وفي السحور يجنن، خطير بجد، ولا عمره لونه هيغير معاكي طول ما انت كمان مخزناه في الفريزر. هاتي بقى الفول وابدأي كده حطيه وانزلي عليه بقى بشوية ملح، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكمون، شوية طحينة، وقلبيهم. وبعد كده ننزل بالزيت الزيتون او زيت الحار اللي انت عايزاه، وعصرة نص ليمونة. احلى طبق فول هتاكليه من ايدك الحلوين، وكل اللي هيدوقه من ايدك هيقولك تسلم ايدك. احلى طبق فول في السحور يجنن. وكمان لو بتعاني من القولون مش هيتعبلك القولون نهائي. عايزة اقولك بقى الطريقة دي انا معتمداها بقالي سنين، بس لازم اقولك على اسرار وتكات تعمليها. يلا، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ويعود عليكم يا رب الايام بالخير واليمن والبركات. لو عجبك وصفاتنا بقى ما تنسيش تدوسي لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. كانت معاكم هبة إبراهيم، باي باي.